زين العابدين عليه السلام شنو كان نوع المرض؟ ما هو مرضه اللي أصيب به؟ في الواقع المرض اللي أصيب به زين العابدين الرواة من إجوا إليه انقسموا عدة أقسام، قسم من الأخبار، قسم من الرواة إجوا لهاي النقطة قالوا إحنا اللي وصلنا زين العابدين مريض، ليش منين ما ندري، من شنو متمرض ما ندري، ما عندنا علم يا أخي، اللي وصلنا أنه مريض، بس شنو سبب مرضه ما عندنا علم. ثانيا القول الثاني قالوا الإمام السجاد عليه السلام كان مريضا لأنه اشترك في الحملة الأولى في الطف، اللي طبعا الحملة الأولى مو يوم كربلاء، مو يوم 10، يوم 9، يقولون صارت مناوشات على الماء، على جلب الماء، فصار أكو حرب، زين العابدين عليه السلام انصاب، هذا قول، هسه أنطي شنو تفاصيل هذا القول. فقالوا أصيب الإمام السجاد عليه السلام حتى ارتث بالجراح يعني الذخنة جروحه، أصيب بعدة إصابات من جهات مختلفة زين في جسده الطاهر المبارك، فيقولون ارتث بالجراح، هذا تعبير عربي، اللغة العربية تقول المرتث بالجراح هو الذي تعددت جراحاته في مكانات متعددة من بدنه، ويا إخواني أنتم ولا فهذا مرتث بالجراح. هذا القول إخواني قال به الفضيل ابن الزبير الأسدي الرسان، من الأخير نجي الرسان مهنته يسوي، طبعا الرسان مأخوذة من الرسن الزمام اللي تقاد به الخيول أو الدواب بشكل عام، الرسن احنا نقول بالعامية نسميه الرسن إلى الآن زين. فالرسان هاي شغلته، يسوي هاي الأحزمة اللي تقاد بها الدواب، الرسان. الأسدي على التحقيق قالوا هو مو من بني أسد، لكن كتبوا وياهم، كتبوا ويا بني أسد، الكوفي من أهل الكوفة زين. هذا من أسرة عريقة، صحب الإمامين الباقر عليه السلام والصادق، من أصحاب الإمامين سلام الله تعالى عليهما زين، ومن أصحاب زيد الشهيد، من أصحاب زيد الأشداء المخلصين جدا، كلش مقرب لزيد الشهيد. هذه في كتب التراجم، يعني رجعوا ترجمته في معجم رجال الحديث، معجم الرجال السيد الخوئي أقصد، يعني رحمة الله عليه، رجال الكشي، غيره إلى آخره. الطبري أيضا ذاكر له ترجمة. المهم مصادر التاريخ كلها ترجم له، خليك ويا جزاك الله خير الجزاء. فهذا من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما سلام الله، ومن أصحاب زيد المقربين لزيد الشهيد زين. فمرة من المرات قال له يا زيد أنت باعتبارك واحد من أهل البيت النبوي، أنا أريد أسألك سؤال، من الأسماء اللي اشتركت مع الحسين وقتلت وما تسلط عليها الضوء؟ قال له اكتب 1 2 3، جمعهم سواهم مقتل صغير زين، أسماء من قتل في الطف مع الحسين. منو هذا اللي نسولف عنه احنا؟ فضيل بن الزبير. منين أخذ معلوماته؟ من زيد أخو الباقر ابن الإمام السجاد، منا أخذ معلومته. فسواه هذا كتيب. هذا الكتيب إخواني انتشر انتشار واسع بين الشيعة بذيك الفترة، وبعدين انفقد هذا الكتاب، انفقد. الآن هو ما واصلنا، ما عندنا هذا الكتاب. التفتوا لي عند الزيدية، باعتبار زيد يعني سيد القوم عندهم ورمز مقدس عندهم، فمعتنين بتراثه. المحقق السيد الجلالي يقول أنا طلعت كتاب الفضيل من كتب الزيدية وحققته، التفتوا، من كتب الزيدية وحققته وعرضته للنشر في خدمة المؤمنين. ذاك الكتاب اللي ذاكر به الفضيل بن الزبير الأسدي أن أصحاب الحسين اللي قتلوا فلان 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 لآخره، هناك بذاك الكتاب، وانطيت شرح موجز عن تفاصيل هذا الكتاب، هناك ذاكر أن السجاد عليه السلام
في بعض الحملات اشترك قبل يوم العاشر وارتث بالجراح وصار بالخيمة، أصابه الضعف بعد وسخن محموم. يعني تدرى الجرح شي يولد آلام وأحيانا حمى. فسبب المرض كان ارتثاث الإمام بالجراح. هذا المصدر اللي انطيته اخواني، لأن خاف واحد تعب حاله الآن من المؤمنين المتحمسين من الشباب كذا يدور مين هاي المعلومة وين لقيتها. هاي اعطيت التفاصيل، جزاكم الله خير الجزاء، حتى تكون واضحة بين يدي الأحباب. هذا قول. القول الثالث قول يقول ما ندري، وقول يقول بسبب الجراحات. والقول الثالث وفيه رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، والرواية موجودة في كتاب بصائر الدرجات زين للشيخ الصفار رحمه الله رضوان الله تعالى عليه، وكذلك مذكورة في الكافي للكليني رضوان الله تعالى عليه. شو يقول الإمام الباقر؟ التفتوا لي إخواني. يقول كان أبي مبطونا يوم قتل أبوه. مبطون، هاي الحكاية مبطون. طبعا أنا يعني شفت بعض الناس يهاجم هجوم شرس على كلمة